دي افضل تجميع اقتصاديه تقدر تشتريها للالعاب والمونتاج، وادائها صدمني وسعرها مفاجاه في اخر الفيديو. في البدايه انا كنت بدور على تجميع يكون ادائها كويس في الالعاب التقيله والمونتاج، ويكون برضه سعرها في الحنين وما يخرمش الجيب، وبالصدفه لقيت التجميعه دي. كمل معايا الفيديو للاخر عشان تشوف اداء كل قطعه في التجميعه وسعر التجميعه، وما تفوتش اي دقيقه من الفيديو. ويلا بينا نخش على الفيديو. بس قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك عشان استمر في السلسله دي، ويلا نكمل الفيديو. وانا بختار قطعه تجميع كنت عايز اوفق بين كل القطع عشان التجميع تبقى كويسه لكل المجالات. واول قطعه معانا وهي المعالج. وانا بختار المعالج ما كنتش عايز اجيب معالج يكون قديم فتضطر انك تطوره بعد فتره صغيره، وفي نفس الوقت يكون معالج قوي يستحمل الشغل التقيل، ويكون عدد الانويه والمسارات مش قليلين، ويكون سعره برضه في الحنين. وبعد تدوير انسب معالج لقيته للميزانيه بتاعتنا وهو الرايزن 5 2600. هتقول لي اشمعنى ما اخترتش انتل؟ هقول لك ان لو قارنا الرايزن مع معالج من انتل زي الاي 5 10400 هنلاقي ان الرايزن متفوق على الانتل في كذا حاجه، زي ان الرايزن 5 اعلى من الانتل في سرعه الكاش، وهتلاقي ان الرايزن تقدر تركب عليه رامات بتردد 2933 ميجا هرتز، والانتل اللي بيتركب عليه رامات بتردد 2666 ميجا هرتز بس. وهتلاقي ان الاي 5 10400 لو لقيته اصلا هتلاقيه عامل في حدود ال 4000 جنيه، وهتلاقيه اعلى من الرايزن 5 2600 ب 5%، ومقابل انك ممكن تشتري الرايزن 5 2600 ب 2500 جنيه وتاخد نفس الاداء او اقل ب 5%. والمعالج ده بيجي ب 6 انواع و12 مسار، وبيجي بتردد 3 و4 على البيز و3 و9 على البوست. والمعالج ده بيستهلك 65 واط من الباور، ومبني على معماريه زين بلس 12 نانومتر. المعالج ده بالنسبه لسعره فهو ممتاز في المونتاج والمالتي تاسكينج والالعاب المتوسطه مع الكارت اللي في التجميع. ومن عيوب المعالج ده هو انه من غير كارت مدمج، يعني هتحتاج تشتري له كارت شاشه خارجي عشان الجهاز يشتغل. ودي كده كل حاجه تخص المعالج. تعال نشوف تاني قطعه. وتاني قطعه معانا وهي الرامات. التجميع اللي معانا النهارده بتيجي برامات 8 جيجا حبه واحده دي دي ار 4. عارف ان ال 8 جيجا قليلين اليومين دول، وبالذات لو في المالتي تاسكينج او في الالعاب، لان معظم الالعاب دلوقتي بقت محتاجه 12 جيجا رام لوحدها. فانا في اخر الفيديو هقول لك على افضل التطويرات اللي هتعلي من اداء التجميع، فكمل معايا الفيديو للاخر. وده كده بالنسبه للرامات. تعال نشوف التخزين اللي في الجهاز اللي معانا بيجي بهاردين، واحد اس اس دي ساتا وواحد اتش دي دي. الاس اس دي بيجي بمساحه 128 جيجا من شركه هيك فيجن، وده ممكن تخليه للويندوز وكان برنامج صغير. اما الاتش دي دي بيجي بمساحه 500 جيجا، وده ممكن تخليه للالعاب. وده كده بالنسبه للتخزين. نيجي بقى لخامس واهم قطعه وهي كارت الشاشه. الكارت اللي معانا في التجميع وهو الار اكس 580 نسخه ال 8 جيجا. الكارت ده بيجي ب 8 جيجا فيرام جي دي دي ار 5. الكارت ده غني عن التعريف ومش محتاج اتكلم عنه، بس طبعا الكروت دي فيها عيوب كتيره، وانا عامل فيديو مخصوص عن الكروت دي. هتلاقي الفيديو في الاي اللي فوق او في الوصف، هتلاقيني متكلم عن كل العيوب اللي في الكروت دي. وده بالنسبه لكارت الشاشه. تعال نشوف البورده اللي هتشيل كل قطع التجميع. والبورده اللي معانا في التجميع وهي الاي 320. البورده دي هي من افضل البوردات الاقتصاديه اللي ممكن تجيبها لمعالجات الرايزن الاقتصاديه. البورده دي بتدعم اجيال رايزن من الجيل الاول لحد معالجات ال 5000، وبتيجي بسوكت اي ام 4. البورده دي بتيجي بمدخلين الرامات دي دي ار 4 بتشيل لحد 64 جيجا في السوكتين و32 جيجا في السوكت الواحد، وبتدعم سرعات لحد 3200 ميجا هرتز، وبتيجي بمدخل ام دوت 2 اربع مداخل للساتا. البورده دي بتيجي ب 2 يو اس بي 3.1 و6 يو اس بي 2. وده كده بالنسبه للبورده. تعال نشوف الكيس والباور. الباور اللي معانا في التجميع بيجي ب 500 واط، وده هيخليك تطور اي قطعه في التجميع من غير ما تحمل هم. ونيجي لاخر حاجه وهي الكيس اللي هتشيل كل قطع التجميع. والكيس اللي معانا وهي الجيم اون فورتكس ميد نايت. الكيس دي متطور وبتدعم كل احجام البوردات، وبتيجي بثلاثه فان من قدام وواحده من ورا، وبتدعم التبريد المائي، وينفع تركب عليها 3 مراوح من فوق بحجم 120 مللي او 140 مللي، وبتشيل اكبر الكروت اللي نزلت، فما تحملش هم لو حبيت تطور الكارت. ودي كده كل حاجه تخص التجميع. تعال نشوف ادائها في الالعاب.
وزي ما انت شفت ده كان اداء التجميع في الالعاب. زي ما انت شفت التجميع هتشغل لك الالعاب المتوسطه والخفيفه بشكل ممتاز، بس الالعاب التقيله هتحتاج انك تقلل الجرافيكس شويه عشان تاخد فريمات اعلى. تعال بقى نشوف ايه التطويرات اللي ممكن تعملها عشان تحسن شويه من اداء التجميع. اول حاجه هتطور الرامات وتجيب رامه 8 جنب ال 8 جيجا اللي في التجميع عشان يبقوا 16 جيجا، وده هيخلي فيه تحسن في المالتي تاسكينج والمونتاج والالعاب بشكل كبير، وبالذات الالعاب التقيله عشان بتاكل كتير من الرامات. تاني حاجه التخزين، ممكن تطور وتجيب اس اس دي 256 جيجا او 512 جيجا تخليهم للويندوز والبرامج التقيله، وتجيب مثلا هارد اتش دي دي 1 تيرا مع ال 500 جيجا اللي في التجميع وتخليه للالعاب. وتالت واخر حاجه وهو كارت الشاشه. زي ما قلت لك لو ما تعرفش عيوب كروت البولاريس يبقى شوف الفيديو اللي في الاي او في الوصف عشان تفهم اللي بقول لك عليه. فانت ممكن في المستقبل تجيب كارت زي الار تي اكس 3050 نسخه ال 6 جيجا، هيبقى افضل من الار اكس 580 8 جيجا بكتير، او ممكن تجيب الار تي اكس 3050 بس ال 8 جيجا هيبقى برضه اعلى من الار اكس 580 بكتير، وهيعلي من اداء التجميع حبه حلوين. وده كده بالنسبه للتطويرات. وسعر التجميع من غير التطويرات هتبقى عامله 12000 جنيه بالظبط، وهتلاقيني سايب لك لينك شراء التجميع في الوصف، وهسيب لك لينك القطع اللي ممكن تطورها برضه في الوصف. وبس كده. ودي كده كل حاجه في فيديو النهارده. لو كملت معايا الفيديو لحد دلوقتي احب اشكرك لانك كملته، وما تنساش لو عجبك الفيديو وتعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهات من دي. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.